5 حاجات تعملهم لو غلطت غلطة ومش قادر تسامح نفسك عليها. انتوا بتوع البنزينة، انتوا بتوع البنزينة أبا. النهاردة هندخل مع بعض البنزينة عشان نتكلم عن موضوع مهم وحساس جدا. أعمل إيه لو مش قادر أسامح نفسي على غلطة عملتها قبل كده؟ خلينا نتفق أول حاجة إن البشر خطائين، ربنا خلقنا كده، إحنا مش ملايكة ولا روبوت. فمهم قوي إننا زي ما بنحاول نتعلم من أخطائنا عشان ما نكررهاش، إننا نتعلم نسامح نفسنا وما نجلدهاش وما نقعش في فخ الندم الذي لا ينبني عليه أي عمل، اللي ممكن يوصلنا لمرحلة إننا نكره نفسنا أو نحتقرها. مقالة مهمة مكتوبة على موقع سايك سنترال بتقول لنا نعمل إيه لو عملنا غلطة قبل كده ومش عارفين نسامح نفسنا عليها. لو الإحساس بالذنب عندنا جامد قوي، افتكروا يا جماعة إننا عملنا أحسن حاجة ساعتها بالمعطيات اللي كانت عندنا، فما ينفعش أحاسب نفسي دلوقتي بخبرتي وبنضجي وبالحاجات اللي أنا عرفتها وبالنتيجة ويمكن بالعواقب اللي دفعت ثمنها، إن أنا إزاي ما اتصرفتش أحسن من كده على موقف ما كانش فيه الحاجات دي كلها متوفرة. طبعا من حقنا نحس بالذنب لأننا اتصرفنا بشكل مختلف عن اللي كان نفسنا نعمله. أول حاجة بتقولها لنا المقالة عشان نحاول نسامح نفسنا: اقبلي الإحساس بالذنب وتخطيه. في بحث اتعمل سنة 2018 بيقول إن قبول الذنب بيساعد جدا في تحسن الصحة النفسية. تاني خطوة نعملها عشان نحاول نسامح نفسنا إننا نتعاطف مع نفسنا، والمقالة بتقول لنا إن أسهل طريقة نعمل بيها الموضوع ده لو مش عارفين نتعاطف مع نفسنا إننا نتخيل إن اللي عمل الغلطة دي صديق لينا بنحبه جدا ومهتمين جدا بأمره. أكيد لما يحكي لنا المشكلة دي هنتعاطف معاه. طب هو في حد أولى بالحب والاهتمام والتعاطف ده اكتر من نفسي؟ وعشان نعمل كده لو سمحتي فشي نفسك كده لما تلاقيها عمالة تعيد وتزيد في اللوم والندم وجلد الذات. وقفي التفكير ده فورا واقبلي الذنب وتخطيه. والله العظيم اعرف ناس لحد النهاردة بتعيط بالدموع ندما على مواقف حصلت من سنين طويلة، وخلاص احنا ما نقدرش نرجع الزمن لورا عشان نتصرف بطريقة مختلفة، بس برضو بيفضلوا يلوموا نفسهم كل لحظة كأن الموضوع حصل امبارح. لو حضرتك او حضرتك من الناس دي، خلاص يا جماعة اقفلوا الباب، اقبلوا الذنب او الغلطة اللي عملتوها وتخطوها. واعملوا حاجتين: اول حاجة تقدروا تكتبوا مشاعركم السلبية اللي بتحسوا بيها لما بتفكروا في الذنب ده، لان ده نوع من انواع التفريغ، اني خلاص بطلع المشاعر دي من جوايا وبكتبها على ورقة. تاني حاجة، شجعي نفسك وفكري نفسك انك بتحاولي تعملي احسن حاجة عندك، واكيد لو مريتي بنفس الموقف ده تاني هتتصرفي بشكل مختلف خالص. تالت حاجة نعملها عشان نحاول نسامح نفسنا: اسمحي بالجرح انه يتعالج. ربنا سبحانه وتعالى خالق جسمنا بطريقة اني لو اتجرحت هنا جسمي هيبدأ فورا في مرحلة التعافي. احنا عايزين نعمل نفس الحكاية دي مع الجروح النفسية، نبدأ نتعافى فورا. المقالة بتقول لنا ان اللي هيساعدنا على كده اننا نفصل بين شخصياتنا وافعالنا، نفصل بين الفعل والفاعل. حضرتك مثلا ممكن تتخانق مع صاحبك وتعلي صوتك عليه، طبعا تصرف غلط، بس ده مش معناه انك شخص او صديق سيء. التصرف اللي انت عملته هو اللي فعلا وحش، مش معنى انك غلطت انك شخص وحش. رابع حاجة نعملها عشان نحاول نسامح نفسنا: لو تقدر تصلح الغلط ده صلحه. لو غلطت في حق حد حاول تروح تعتذر له. الموضوع ده بيساعد جدا ان الواحد يقدر يسامح نفسه بدل ما يقع في فخ الاوفر ثينكينج ويفضل يعيد ويزيد في الموقف فيطول معاه الاحساس بالذنب وجلد الذات. واخر حاجة، اتحمل مسؤولية غلطك وتخطاه. اعترف قدام نفسك بالغلطة وتحمل مسؤوليتها. لو في حد المفروض تروح تعتذر له حاول تروح تعتذر له. اقبل انك تدفع ثمن غلطتك. خطط لو الموقف ده حصل تاني هتتصرف ازاي، وده هيساعدك انك تسامح نفسك لانك على الاقل اتعلمت الدرس وعرفت المفروض تتصرف ازاي. احكوا لي يا جماعة، عمركم عملتوا حاجة ومش قادرين تسامحوا نفسكم عليها؟ سلام عليكم.